ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير كتير. صباح الخير على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا. صباحكم فل وهنا واحلى حاجة في الدنيا دي كلها. طبعا اخر واحدة تعمل لما اخلي الزيتون او الحدق بتاع الزيتون. معلش ان غبت عنكم، بس بمر بظروف وحشة جدا اليومين دول. هي الدنيا ملخبطة معايا كده بقالها كام شهر تقريبا. طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا الزيتون ده انا حاطاه في ميه بقاله يومين تلاتة كده، عشان ميه وملح، وبعدين بغيرها عليه عشان ايه؟ الزيتون الميه دي بتنزل المرارة اللي في الزيتون شوية، بنغيرها بقى. وبعدين معايا جزرتين بشرتهم بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، ودول حوالي تقريبا 3 كيلو زيتون. كل كيلو ونص يعني او 2 كيلو ونص، حاجة زي كده يعني، مش متذكرة اوي. طبعا انا حاطة عليهم كيسين ونص ملح. هتقولي النسبة دي كتير؟ لا، ما بتكونش كتير طبعا، لو حابة تقلل عن كده براحتك. وحط عليهم عصير كوباية ليمون، يعني عصرنا كده كوباية ليمون وحطيناها عليه. وهنحطهم بقى في البرطمانات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الطريقة دي احلى 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 طريقة لتخليل الزيتون. لو شايفة ان الكيسين ونص كتير، حط كيسين لكل كيلو ونص كيس. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اشتراك ولايك وكومنت جميل زيكم، عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، والفيديو ده يوصل وكل حبايبنا اللي لسه ما عملوش الزيتون يشوفوه. رغم انا عارفه ان اغلبنا عملوا الفيديو بقاله فتره، بس عشان كان في مشاكل معرفتش انزل. أه وبعدين هننزل بالميه اللي احنا عاملينها اللي هي عليها الليمون والملح دي، بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما بنقفله كويس جدا، بنجيب الليمون ده زي المادة الحافظة. ولو عندك قرون فلفل حامية هتحطيها. انا طبعا حطيت، بس بعد الفيديو على ما نزلت جبت وجيت حاطة في كل برطمان من دول 2 فلفل حامي. وبعدين الليمون ده زي المادة الحافظة كده، بتحافظ عليه لحد لما تيجي تفتحي عليه. وكيس بلاستيك على كل برطمان بنحط في بدايته كده كيس، عشان يحكمه قوي، ما يدخلوش ولا يخرج منه اي هوا، بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين هنقفله كويس جدا. وبكده ده الزيتون بتاعنا جاهز. خلاص، ما بنروحش عنده لحد لما بتخلل كويس جدا. انا كده وصلت لنهاية فيديو النهاردة. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وده حاجة بسيطة جدا. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.